أنا قعدت سنين بذاكر ومفيش نتيجة، مش عشان غبي ولا عشان مش مجتهد ولا عشان الموبايل. اكتشفت إن في غلطة واحدة لو موجودة المذاكرة كلها بتضيع. خليني أوصفلك اللي بيحصل. بتفتح الكتاب، بتقفله تاني وترجع تفتح وتفضل باصص في الصفحة كأنها مكتوبة بلغة تانية، إنك مش داخل دماغك أي حاجة، وبتبدأ بقى تلوم نفسك، كسل، قلة تركيز. أنا مش من النوع اللي بيفهم. أكتر إحساس بيوجع إنك تعبت ومفيش نتيجة. لو ده حصل معاك فالفيديو ده معمول ليك مخصوص. أنا كنت فاكر الأول إن المشكلة في وقت قليل، في الضغط، في إن المواد صعبة، بس الحقيقة دي كلها أعذار. السبب الحقيقي كان حاجة أخطر. أنا كنت بذاكر وأنا حاسس إني فاشل، بالتالي دماغك لما بيحس بده بيقفل حتى لو قاعد 6 ساعات بتذاكر. وأكبر عائق في المذاكرة الخوف من النتيجة، ضغط المقارنة، صوت داخلي بيقولك مش هتنفع. طب ايه اللي انا عملته غير مذاكرتي 360 درجة؟ بدل ما بقعد 6 ساعات مش فاهم حاجة، بقعد ساعتين وبخلص كل اللي ورايا وبقيت بطلع من الأوائل كمان. 1. قبل ما تذاكر اعمل إعادة تسمية. ما تقولش هلم المادة، قول هفهم الحتة دي بس. دماغك بيحب المهام الصغيرة وهيبدأ يركز أكتر وهتلاقي نفسك أنجزت أكتر. 2. ذاكر كأنك بتحكي قصة. أي معلومة جديدة اسأل نفسك هشرحها لمين، حتى لو مفيش حد. الفهم، واربط المعلومات ببعض كأنك قصة بتحكيها، ده هيثبت المعلومة بطريقة ما تتخيلهاش. 3. ما تذاكرش وانت محتاج تثبت حاجة. لو داخل تذاكر وانت محتاج تثبت انك شاطر هتتوتر. الهدوء بيساوي استيعاب اكتر. انت داخل تذاكر علشان انت عايز تذاكر، انت داخل تذاكر علشان تفهم لنفسك. 4. ما تقفلش الكتاب وانت راضي، اقفله وانت في حاجة لسه مش فاهمها. سيب سؤال معلق في دماغك، دماغك هيكمل لوحده المذاكرة بالرغم انك بطلت مذاكرة. 5. قيس الإحساس مش الساعات. بعد المذاكرة ما تقولش أنا ذاكرت كام ساعة، اسأل نفسك أنا حاسس بإيه. لو انت هادي وحاسس انك مرتاح والمعلومة ثابتة معاك يبقى انت ماشي صح. لو حاسس انك مضغوط غير الطريقة. بعد شهر من نفس الوقت ونفس المواد هتلاقي درجاتك أعلى وتركيز، وأهم حاجة ما بقيتش تكره المذاكرة. دي أول مرة المذاكرة ما تبقاش حرب. لو عاوز تسبق بخطوة وتعرف كل الأسرار والتركات، أنا جمعت لكم الطريقة كلها في كورس الكود الياباني للتركيز والمذاكرة. هتلاقوا أسرار لأول مرة ومفاجآت حصرية لأول مرة في الوطن العربي. كورس بيتكلم عن التركيز والمذاكرة بالأسلوب الياباني. باختصار ده مش كورس عادي، لأن الأول مرة في الوطن العربي كورس هيكون الخريطة الكاملة ليك في مذاكرتك ودراستك، ونصايح عملية وتطبيق عملي وخبرة بجد، مش مجرد كلام تحفيزي. ولو حابب تجرب الجزء المجاني منه هسيب لكم اللينك في أول تعليق مثبت، وكمان هسيبه لكم في الوصف.